طيب هنكمل مع حضراتكم كلامنا. كابتن ابو الدهب، كابتن رضا، ممكن تشكيله متوقعه من وجهه نظركم ماتش المنتخب؟ وهل ممكن نلعب بليبرو في ماتش زي ده يا كابتن؟ ليه ان شاء الله؟ بسألك فنيا لو انت عايز يعني تبقى مأمن دفاعاتك، او ممكن طب نشتغل ده انا رايح مباراه وديه، لازم ابص على لعيبتي عشان اعرف امكانياتهم ايه. شكلك الفني بتاعك ازاي بالظبط، عشان ان انا بعد اصل انت هتقابل فرقه زي بلجيكا دي بعد كده يعني مثلا في تصفيات كاس عالم ولا تصفيات افريقيا. لا مفيش فانا المفروض ان انا بعمل المباراه دي عشان اقيس مستوى لعيبتي كلها، بحيث ان انا لما هلاعب مثلا السنغال، هلاعب كوت ديفوار، الفرق اللي هي القويه بقى، واخد بالك ان اللعيبه دي هتقدر ولا مش هتقدر. هم لعبوا قدام بلجيكا اهوت وعملوا ماتش مثلا كويس وعملوا ماتش كبير، واخد بالك. لو خسرنا كابتن جماهير مصر تزعل اكيد. لا ليه هتزعل ليه؟ هتزعل ليه؟ ربنا عارفه بالعقل. هو انت داخل بطوله؟ هو الماتش ده ب3 بونت هيدخلك تصفيات ايه؟ ولا يدخلك ده هي مباراه انت تفرح لما تلاقي الاداء كويس. صحيح. جمهور مصر هيفرح لما يلاقي ان الاداء، هيقول لك بس احنا كده ان شاء الله مع الراجل ده مثلا مطمنين ان بعد كده الاداء هيعلى. طيب اديني التشكيله كده يا كابتن. لا خد من ابو الدهب. طب قول لي التشكيله يا كابتن ابو الدهب، نبتدي بيك. لا هو عنده لعيبه عندها حلول كتير، لكن انت من وجهه نظري انا فاروق يلعب الشناوي واحمد حجازي واسامه جلال، اثنين سيرد باكين، وعندك محمد حمدي ناحيه الشمال، لعيب رجله في الملعب وكويس على فكره، واكرم توفيق في نني وطارق حامد. لو انت عايز تلعب مع فرقه قويه لازم زي ما انت بتقول مع كابتن رضا، لا انت بتلعب عشان العب عشان اكسب، هيكون عندي استحواذ عشان اتحرك، لكن انا مش رايح ادافع. هتلعب ب3 ورا وتلعب ب2 وخلاص، نلعب بالفرقه كلها مدافعين. لكن انت عندك زيزو ناحيه اليمين وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد. تمام، دي التشكيله. يعني ده التشكيله، افضل تشكيله ان انت تلعب بيها. التشكيله انا بصراحه عايز صلاح يلعب راس حربه، تحتيه ناحيه اليمين زيزو، ناحيه الشمال تريزيجيه، قفشه، واثنين ديفندرات بقى، اي حد بقى. يعني انا من وجهه نظري النني وحمدي فتحي، واخد بالك، وعلى الطرف هنا محمد حمدي، وعلى الطرف هنا اكرم، والاثنين مساكين احمد حجازي واسامه جلال. دي التشكيله. ده التشكيل. ليه؟ لان عندك واحد معلم في نص الملعب، وعندك لعيبه هتعرف تطلع عليها. يعني لما يمسكوا كرة حجازي ولا اسامه جلال هتلاقي في قفشه. التشكيله دي تكسب ان شاء الله. تكسب. ما تكسبش ليه؟ انا بقول التشكيله بتاعتك تكسب يعني بالشكل ده. ما انت ما انا بقول لك تريزيجيه، وعندك صلاح، وعندك زيزو، انت عايز ايه تاني؟ 3 كل واحد عنده حل، وتحتيهم قفشه، وتحتيهم كمان 2 على الاطراف. الفكره كمان يا كابتن، كمان انت تريزيجيه وزيزو بيعملوا لك الناحيه الدفاعيه كويس، بيرجعوا بعد ما يفتقدوا الكوره، فدي لا هم غصب عنهم هيرجعوا. لازم